نقابة التمثيل والإخراج بنقابة العاملين بالمهن الفنية. تخرج من مدرسة محرم بيه سنة 95. متزوج وله بنتين وولد شبهي. له أعمال فنية كتيرة، إن كانت قصايد أو إن كانت مسلسلات أو إن كانت أعمال مسرحية. وطبعا الحاجات شغل الأعمال المسرحية بتاعته اللي موجودة، كل الشغل كله على الفيسبوك، اللي عايز يشوف الموضوع بتاعه ويعرفه أكتر من خلال الندوة بتاعتنا. وبنرحب بفناننا الجميل الكبير أخويا وصديقي الأستاذ عمرو عفيفي. هنتكلم على الفن. وانت اشتغلت في مجال الفن كتير والنقط اشعرت، من فنان لكاتب ومؤلف وشاعر وممثل ومخرج مسرحي. لو جينا في ليالي الشاعر، برغم انها تخصص الا ان انا عايز الناس تعرفك وتعرف نبذه مختصره عنك عن طريق عمرو عفيفي. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه بقى؟ الاستاذ صبري قدم النبذه المختصره شرح نفسها. بيتخلل الفتره الفنيه اللي اختلفت في حياتي، بداية من ممثل من وانا في الحضانة كده، وعندي صور وانا لسه في الحضانة وبعمل مسرحيات عيد الأم وحاجات كده. طبعا انا الكلام ده ما كنتش افتكره، لكن الحمد لله ان في اهل كانوا شايلين حاجات بذكريات وفاجئوني بيها. وبعدين عدت مرحلة الدراسة اللي فيها الممارسة الفنية دي عن طريق مسرح المدرسة. بعدين فوجئت بنفسي ان انا بكتب شعر. انا فوجئت بسبب موضوعات التعبير بتاعت المدرسة. اكتب جواب لصديق، اكتب موضوع بتشرح فيه جمال مصر، اكتب وهكذا. جمال مصر مش جمال الشعر. وانا بكتب افاجئ ان انا بكتب بيت شعر كده، فانا مش عارف ان ده بيت شعر. فأفاجأ بالمدرس بيجي لي بتاع اللغة العربية ويقول لي البيت ده بتاع مين الشاعر؟ انت كتبته وما كتبتش الشاعر. فاروح ضاحك بقول له هو فين البيت ده؟ فيقول لي ده شعر بتاع مين؟ اقول له لا ده موضوع انا بكتبه كده، فقلت اعملها كده شبه الاغنيه يعني. فيقول لي لا ده شعر. لحد ما جت مسابقات الالقاء، فقالوا لي تعالى اشترك معانا. فكنت في اولى اعداد تقريبا. فيوم يوم المسابقه نسيت، وقفت قدام اللجنه وقعدت اعمل كده وخلاص مفيش. هتقول ايه؟ انا مش فاكر غير ان كان القصيده اسمها زاد المسافر. طب بتقول ايه؟ فبصيت لهم وقلت لهم طب بصوا بقى انا مش حافظ. ازاي؟ انت عمال تتمرن وبقالك شهور. فقلت لهم النصيب بقى يعني. فالمدرس واقف عمال يعمل لي كده، انا مش عارف بيعمل ايه. فوقفت الفت لهم بقى عشان ما اكسفوش. فارتجلت وطلعت طبعا مسيح الدنيا. عايز تقول اعدادي وايه اللي بتقوله ده وايه بتاع. ففوجئت بشهاده تقدير مكتوب فيها لحسن ارتجال. فطبعا انا كنت قاعد مستني المدرسين يعملوا معايا اجمل علقه يعني اخدها. فوصلت لهم الموضوع بقى وكسفتهم وحاجات كده. فلقيتهم عملوا حفله للناس اللي فازت وبينادوني وبيدوني شهاده تقدير وقالوا لي لحسن ارتجال. فحسن الارتجال ده والحضور كان نابع، كانت موهبه فطريه كده من عند ربنا في كل حياتي بقى. طلعت من الشعر للمسرح.
وانا على المسرح زميلي ينسى فانا ارتجل عشان ارجعه، وانا مش عارف يعني ايه برتجل، بس انا بلحقه خلاص. فبدات الكلمات اللي تخبط في وداني، ما شاء الله عليه حضوره سريع، عنده سرعه ارتجال، عنده سرعه بديهه، عنده انا مالي. لحد ما الموضوع بدا اكاديمي بقى. سافرت المعهد العالي للفنون المسرحيه ورجعت عشان ما عرفتش اوفق ما بين الشركه هنا، لان انا موظف هنا في شركه اسكندريه للبترول في العلاقات العامه، وما بين المعهد العالي. فاستقريت تاني في اسكندريه عشان الشركه. لكن المسرح ما وقفش، ومسرح المحترفين كمان. كانت اخر حاجه عملتها خورة كرامه، وبعدها اتبلعي يا بورصه، وكان اخر حاجه في شغل المحترفين. لكن 27 سنه مسرح، 27 سنه جوائز، 27 سنه عطاء للفن. بس انا عندي 40 سنه بالمناسبه، عشان كل اللي يقول لي 27 سنه يقول لي ليه عندك كام سنه؟ لكن ال 27 سنه دول اللي انا فاكرهم، اللي انا عارف بدات امتى، عملت ايه، من ساعتها ما وقفتش. اللي كان ممكن اقف وادي لنفسي استراحه منه كان المسرح او التلفزيون، لكن اللي ما كنتش بعرف ادي لنفسي استراحه منه الشعر. وكنت كل ما اقول خلاص مش كفايه فن وارتاح شويه وبيت واولاد واستقر وشركه ووظيفه وحياه، لكن هتشبع موهبتك وهتشبع فنك ده اللي مسيطر عليك تماما ده بالقلم والورقه. فكانت القلم والورقه هم الملاذ دايما مش عايز اقول اللفظ اللي انا مش عايز انطقه ده، ولكن للحب الشديد قوي او الادمان الفني ده. انك لو قعدت يوم من غير بروفه يبقى فيه كارثه، فيه حاجه، الموضوع بطيء، الموضوع فيه حاجه مش صح. فتضطر تروح بروفه حد تتفرج يعني خلاص. الوقت اللي انا كنت قررت فيه بقى كفايه تمثيل وخليك في موضوع الشعر بقى، وكل زمايلك ما يكلموك فين ديوانك فين ديوانك فين ديوانك، ما بتعملش ديوان ليه؟ فطب اتفرج بقى وجمع وشوف انت فين واعمل ديوان، اعمل حاجه اعمل. جالي تكليف من النقابه العامه للمهن الفنيه برئاسه شعبه التمثيل والاخراج. وكان بيتعمل الموضوع مش ارتجالي، يعني مش بيختاروا واحد كده طب هاتوا عمرو صاحبنا ولا زميلنا، خاصة ان الناس اللي كانت بعتت لي الترشيح مش صحابي يعني ما اعرفهمش. ف رحت واعتذرت عشان مش هقدر اوفي ما بين البروفات والعروض والشغل ورئاسة الشعبة باجتماعاتها. فاستقر المطاف على ان انا ابقى وكيل الشعبة لحين الفصل في الرئيس. والفترة اللي بدأت فيها وكالة الشعبة لحد النهارده ما اتحطش رئيس لسه. واخر مكالمة كانت اول امبارح، يا جماعة فين رئيس الشعبة عشان عايز اناقشه في موضوعات الاعضاء. قالوا لي رئيس الشعبة احنا مستنيينه انه يوافق انه يبقى انت، فاحنا مستنيينك تقول خلاص انا فاضي برئاسة الشعبة. لحد ما اتعرفت بالاستاذ جمال وعرفت بندوته اللذيذه دي والاعضاء الجمال اللي كنت متابعهم بالرؤيه كده على الفيسبوك وصفحه ليالي الشاعر. ودعاني للقاء ده اللي انا كنت فرحان بيه جدا جدا. الاستاذ وحيد انا اتقابلت معاه في حفله للاستاذ احمد ادري في ندوه في التذوق في الابداع. ايوه في الابداع. وسعدت بيه جدا، ولما شفته كان من اسباب سعادتي ان انا هقابله تاني واسمعه تاني. الله يخليك. كل الناس بس عشان كان في موقف بيني وبين الاستاذ وحيد انا بقوله بس.
حضرتك لما شفتك النهارده فرحت لاني قلت ممكن يكون جه زياره وخلاص، عابره، كانت ندوه، كانت حفله وخلاص يعني. وحضرتك الاستاذ جمال عامل سبوت حلو قوي عليكي في الصفحه. طبعا مدام زينب اعرفها برضه قبل كده، فانا حاسس ان كل الناس، والاستاذ سيد لسعني مساعتين مش هنساهم له. الاستاذ صبري بقى اللي كنت انا بقى بنكشه يعني وبقول سيبه لحد ما اقابله وتبقى النكشه اللي هي يعني، فنكشني هو ودخلني يعمل معايا واجب، فطلعت رجلي الاثنين منكوشين بالنحو. انا عايز اقول لحضراتكم ان انا سعيد بالفعل ان انا موجود هنا وان انا قابلتكم وان ضيعت من وقتكم الوقت اللي انا اتكلمت فيه ده، وبكل سعة صدر وبكل حب انا بهني نفسي ان انا قعدت في وسط ناس محترمين جدا زيكم، فنانين محترمين جدا زيكم، كنت اتمنى ان انا اعرفهم من زمان، والحمد لله الفضل لله. وبعدين الاستاذ جمال انه عرفني بحضراتكم، وتحيه مني انا لحضراتكم على